استنى على نار. ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع. افرح واملا الدنيا أماني، لنا ولا انت هنعشق تاني. افرح واملا الدنيا أماني، لنا ولا انت هنعشق تاني. أول مرة قلبي يعدلي كل كلامي، كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفه شايلة سلام، شايلة أماري حبك ليا. افرح واملا الدنيا أماني، أهلا وسهلا بأمهات رنا ومحمود، اجوا خصيصا من مصر ليشوفوا أولادهم، وأكيد رنا ومحمود اشتاقوا كتير لأمهاتهم، وهالمفاجأة الليلة أكيد فرحت لهم قلبهم. أهلا وسهلا فيكم. رنا ومحمود بعدهم تحت تأثير الصدمة، ورح نتركهم يتشاركوا هاللحظات بالكواليس مع أمهاتهم يلي حضروا خصيصا ليدعموهم بمشوارهم. وقبل ما نتوقف مع البريك بدي قلكن انه زوار البرايم ما خلصوا، لانه بعد الفاصل بسارة بتعرف كل الاسرار العاطفية رح توصل على مسرحنا. السهرة الثامنة من ستار أكاديمي بتتابع عبر السي بي سي والاي بي سي اي مع أجواء الفرح والأغنيات. هالمسرح وقف عليه شباب كتار من العالم العربي ليقولوا نعم لموهبتهم، ومن هون كانت الشرارة الأولى لمشوار بيوعد بالنجاح. هي وقفت هون وغنت وتحدت. رحبوا معي بمريم عطلة وبتشاركها الغناء ليليا.
شكرا ليليا، شكرا واهلا وسهلا فيكي مريم. اشتقنا لك، اشتقتي لستار اكاديمي؟ اكيد. بدها سؤال. اشتقت لك يا هيلدا واشتقنا لهالجمهور الحلو، مدام بيتي، مدام ميري واليسار، كثير كثير اشتقنا لكم. اهلا وسهلا فيكي، نحن مبسوطين كثير فيكي. شكرا لك. ثانك يو. شكرا مريم. للنجاح في دايما مكافآت، وللتقدم بستار اكاديمي في مراتب وهديه. فمين هن الطلاب الثلاثه يلي احتلوا المراتب الاولى بالتوب 3؟ بنشوف سوا، ومصير زكي الليلي اكيد بين ايديكم. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها. كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين؟ كيف قدرتي تقسي علي وتقولي لي ما عاد فيي؟ آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين؟ غدار غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي؟ غدار غدار شو بيشبهك انتي ومن دون انذار عغفلي بشتي؟ وبضيع حب سنين، بضيع حب سنين، شو بيشبهك تشرين؟ قلبي معذب لكن بعده على حبك صادق بوعده، بيعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين؟ بتروحي الله يسهل، بتضلي بقلبي محلك، لكن لازم ارجع اقلك شو بيشبهك بشرين؟ غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي؟ غدار غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشتي؟ بضيع حب سنين، بضيع حب سنين، شو بيشبهك تشرين؟ ان شاء الله حبك للاكاديميه ما بضيع والجمهور بيكون وافق لك يا زكي. مساء الخير اليسار مره جديده، شو رايك بمرور زكي؟ زكي كان احساسه كتير حلو لليله وصوت كتير حلو، بس زكي بده يشتغل بالايفالواسيون وبالصف مش بس بالبرايم، لانه كل التلاميذ صاروا مميزين وعن جد في صعوبه بالنوميناسيون انه كلهم قوايا. يعني صرنا بنص البروجرام وقت تيجي وقت لنسمي حدا نحتار، فبقول له لزكي يضلوا عم يشتغل وان شاء الله يبقى معنا الليله لانه عنده اشياء كثير حلوه. مدام ميري، كمان كيف غنى زكي برايك الليله؟ غنى كتير حلو بس ما بيكفي، لأنه أنا بحب يشتغل مثل ما قالت إليسار، لازم يشتغل كتير منيح بالصفوف لأنه النتيجة تبعيته قوية كتير بالمستقبل، خليه ينتبه على حاله. شكرا مدام ميري. كلوديا بدي اخذ رايك بالطلاب الثلاثه النومينيز. أنا بدي أقول إنه بعضهم لما عم يجوا لهون نوميني عم بيكونوا أقل من ما لازم، نحن بنعرفهم بأحسن حالاتهم، مشان هيك بنحسهم أقل.
الناس يمكن بشوفون هون بس. أنا بقول معلش خصوصي يلي أول مرة يمكن بيضطربوا أول ما يطلعوا، بس أنا شخصياً صدقيني مين ما رح يفل رح يكون كتير زعلانة لأني صرت أحبهم كتير. شكراً كلوديا. حظ موفق لزكي ومصعب ونور. أما نحن لتحلى سهرتنا